صباح الخير حبايب قلبي ومتابعين الامارات. عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نصلي على النبي كده ونعمل وصفه مع بعض النهارده. يلا يا بنات يا امارات تشجعوا كده وتحمسوا. ويلا تعالوا معايا على المطبخ نشوف هنعمل ايه. جبت صينيه على النار، حطيت فيها ماده دهنيه، استخدمت زيت واستخدمت سمنه كمان. نزلت بصل مفروم، يعني بصلتين كبار كده محترمين، عشان طبعا هنعمل محشي والمحشي بيحب البصل الكتير. بقوا لونهم ذهبي معايا. نزلت عليهم بقى بالطماطم كده، ونزلت بمجموعة توابل محترمة، معلقتين صلصة، حتة بنجراية، ظبطت الكلام. طبعا ملح فلفل كمون كزبرة، ورق لوري، اي حاجة عايزة تحطيها، فلفل اسود، كبابة صيني، بابريكا وسكر وملح طبعا. وزي ما قلت لكم صلصة وكمان حتة بنجر. خلصت كده التسبيكة واستبكت معايا، وغسلت الرز وصفيته وكمان الخضرة وقلبتهم على بعض وسبتهم يبردوا. دلوقتي جبت الحلة الكبيرة اللي بسيح فيها السمنة عشان تاخد دقارين البط دول. طبعا حطيت مية تغلي وضفت عليهم بقى ورق لوري وحبهان ومستكة وفلفل اسود وطماطم وبصل وجزر وكل حاجة. سبتهم يسترقوا كده براحتهم، غليوا غلوتين كده، وبعد كده وطيت عليهم وغطيت وقعدت احشي الكرنب. طبعا مش هحشي معاكم البدنجان في الفيديو ده، لاني كنت عامله البدنجان قريب وعاملاه كله معاكم. قلت احشي الكرنب معاكم، والبدنجان احنا عارفين طريقته كلنا طبعا عشان ما نضيعش وقت في الفيديو وخلاص. طبعا جبت بقى الورق وقطعته زي ما انتم شايفين كده، ما بسلقوش قوي عشان ما يتهراش، واخد كميه كبيره من الكرنباي. بدأت بقى الف كده اهوت، واحط لقيت ايدي هتوجعني كل شويه احط الصبع في الحله. حطيت ايدي كده في الصينيه وقعدت احشي واحط صوابع المحشي قدامي كده، عشان بعد كده ارصهم في الحله زي ما انتم شايفين. المحشي انا ما بحبهوش صغير قوي يا جماعه، بحبه كده الصابع يملى العين ويملى الايد. تمام. طبعا بقى حطيت شويه زيت كده في الحله، وبدات ارص عليه الورق الاخضر الاول، وبعد كده الورق الابيض، لحد ما بقت الحله فاضل ربعها كده على ما استوى بيزيد طبعا. والكرنب اهو البدنجان طلع معايا تحفه جدا بالوانه الجميله. ودي البطه الاولانيه حطيتها جنب البدنجان والفلفل والكوسه، ودي البطه التانية حطيتها على المحشي. وبألف هنا وشفا، جربوها يعجبكم.